إذا ما وصل إخواننا السلفيين إلى مثلا عضوية البرلمان، هل هيكون ده من ضمن أجندتهم التشريعية تعديل هذه القوانين الخاصة مثلا بالخمور، خاصة بعلاقات الزنا بين طرفين وما شابه ذلك؟ ولما لا؟ ولما لا يجتهد كل مسلم يشرفه الله بالدخول إلى البرلمان أن يطالب بتغيير كل قانون في بلدنا يخالف كتاب ربنا ويخالف سنة نبينا، ولا يستحي أبدا من ذلك، بل يعلن هذا بكل الفخر والاعتزاز، لكن بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. طيب، يمكن ده هيجرنا للكلام عن السياحة. يعني الكلام اللي سيادتك قلته النهارده، احنا بدأنا بالديمقراطية لكن وصلنا للسياحة. في رأي يقول لك النهارده، طيب ما هو السائح النهارده بيجي مصر او عايز يعيش حياته زي ما هو عايشها بره، بيروح شرم الشيخ، بيروح أسوان، بيروح الأقصر، بيروح فين، لكن عايز يعني يتعاطى الخمر اللي هو متعود انه يشربه. بيلبس مايو والسائحه بتلبس مايو، الناس العاديين بيلبسوا، سيدات بيلبسوا مايوهات وبينزلوا البحر وغيره. هل ده هيؤثر، او ترى ان هناك تعارض ما بين هذا الفكر وبين مثلا فكره الاقبال السياحي على مصر بعد ذلك؟ لما لا يحترم؟ نحن لا نمنع السياحه ولا نحرم السياحه، لكن فقط نطالب بوضع ضوابط يضعها المتخصصون والساسه واهل الدين، وعلى راسهم شيخ الازهر، بما يتوافق مع اخلاقيات ومقومات هذا المجتمع الاسلامي. أيليق بمجتمع مسلم ان يخدش حياء ابنائه وحياء افراده باسم السياحه؟ ما الذي يعيب علي حين أؤصل هذا؟ نحن لا نريد أن نأكل بالحرام، نحن لا نريد أن ندخل على أهلنا ولا على بلدنا الحرام، ونحن على يقين مطلق أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. صحيح. ليس معنى أنني أريد رزقا لأولادي، وليس معنى أنني أريد أن أفتح بيوتا لشبابنا أن أفتح هذه البيوت بالحرام، أو أن أفتح أماكن للدعارة، أو أن أفتح أماكن لبيع الخمر المحرم بدعوى أنني لا أقدم الخمر المسلم. لا يجوز لمسلم أن يحمل زجاجة خمر لا لمسلم ولا لغير مسلم. وأنا أريد من عالم صادق على وجه الأرض أن يأتيني بدليل يؤكد لي أنه يجوز للمسلم أن يحمل زجاجة خمر أو كرتونة خمر وأن يقدمها لسائح أجنبيين بدعوى أننا نريد أن ننعش السياحة في بلادنا. لكن يمكن ده هيجرنا للحديث عن الفن. واحنا يعني يمكن برضو هات كل ما يعني دخلنا في الفن النهارده. الافلام النهارده في ظل دعوات كثيره من بعض السينمائيين بيطالبوا بالغاء الرقابه على المصنفات الفنيه، وطبعا الرقابه السياسيه وغيرها من انواع الرقابه. لكن ألا ترى أيضا سوف يكون هناك تعارض مع لغة السينما، مع الأفلام التي تقدم مثلا اللي فيها بعض المشاهد العاطفية وغيره 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 عن بعض الممثلات وملابسهم، سواء في المسلسلات التلفزيونية التي تبث للملايين أو الأعمال السينمائية؟ إن طالب أولئك أهل الفن برفع الرقابة بمعناها الفني والقانوني، فأنا أطالبهم بتحقيق الرقابة للرب العلي سبحانه وتعالى. ما قيمة الإعلام الذي يؤصل للرذيلة؟ ما قيمة الإعلام الذي يهيج الغرائز الهاجعة عند أولادنا وشبابنا؟ أي قيمة لإعلام يستثير الشهوات الكامنة؟ أي قيمة لإعلام يؤصل للفوضى الخلاقة؟ أي قيمة لإعلام يؤصل للخيانة المشروعة؟ أي إعلام هذا؟ أي فن هذا؟ أي فن يقدم الآن لأجيالنا التي نريد أن نربي أجيالنا في المرحلة القادمة على البناء وعلى التغيير، لا على التدمير الأخلاقي؟ لا حرج على الإطلاق أن يقوم الفن بدوره الرائد. الفن له دور كبير لو أتقنه، ولو كان القائمون على هذا الفن يراقبون الله ابتداء سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الكلمة المقدمة مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل. ما الهدف من وراء هذا الفيلم؟ ما الهدف من وراء مسلسل يقدم على 30 حلقة يؤصل الخيانة بين امرأة وزوجها بدعوى أن الزوج مشغول لا يجد عنده من الوقت ما يقول لامرأته بحبك، فيؤصل في مسلسل طويل جدا لهذه المرأة أنه من حقها كإنسانة مسكينة مظلومة إلى غير ذلك أن تخرج لزميل لها يداعبها ويدغدغ مشاعرها لتخون زوجها، لتقول له أنا أحبك وأنا مفقود، يعني أشعر بحرمان. هذا لا يليق أبدا. فأنا أطالب القائمين والمسؤولين في الإعلام بصفة عامة وفي الفن بصفة خاصة أن يقدموا رسالة منضبطة، رسالة تنهض بمجتمعنا، رسالة تنهض بديننا، رسالة
تنهض بهويتنا، رسالة تنهض باقتصادنا، لا أن ندمر الأخلاق ولا أن باسم الفن. هذا ما أدين به. طيب